مرحبا بكم في هذا الفيديو. نستعرض أسباب رفض السيرة الذاتية والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها للحصول على فرصة عمل أحلامك. رفض السيرة الذاتية أمر شائع، يعود ذلك لأسباب تتعلق بالدقة والتوافق مع الوظيفة وطريقة عرض المعلومات في السيرة الذاتية. 1. أخطاء إملائية ونحوية. 2. عدم التوافق مع متطلبات الوظيفة. 3. طول السيرة الذاتية المفرط. 4. تنسيق غير احترافي يربك القارئ. 5. عدم ذكر الإنجازات في السيرة الذاتية. 6. عدم تحديث المعلومات بانتظام. سيرة ذاتية بها أخطاء إملائية تؤدي إلى فقدان ثقة القارئ وتقليل فرص القبول في الوظيفة. سيرة ذاتية غير موجهة للوظيفة تهمل من قبل مسؤول التوظيف بسبب نقص الصلة بالوظيفة المطلوبة. سيرة ذاتية طويلة جدا تفقد القارئ تركيزه ولا تقدم المعلومات الهامة بفعالية. تنسيق غير واضح وغير منتظم يجعل قراءة السي صعبة ومزعجة للقارئ المحتمل. ملخص أسباب رفض السي: تجنب الأخطاء الإملائية وتوجيه السيرة الذاتية حسب الوظيفة، الالتزام بالطول المناسب، التنسيق الواضح، إبراز الإنجازات، وتحديث المعلومات بانتظام. شكرا لمشاهدتكم. اتبعوا هذه النصائح لتحسين سيرتكم الذاتية وزيادة فرص القبول.